بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، اليوم إن شاء الله تعالى وصفتي شراب الكركديه اللي رح نعمله مكونات سهلة وبسيطة وحتوفر معاك كتير في البيت لما تعملي. نبدأ على بركة الله والصلاة على رسولنا محمد. ما تنسونا باللايك والدعوة حلوة ولكم بالمثال. تعالوا نشوف مقاديرنا السهلة. عندي هنا هحط بطنجرة على الغاز، هحط تقريبا كوبايتين كبار من المية، وعندي كوباية كركديه رح اغسلها كتير منيح، هتخلص من الغبرة تبعتها، وبعد كده احطها بقلب المية. وعندي هان التمر الهندي، جربي بالتمر الهندي كتير كتير الطعم مختلف وزاكي بسم الله ما شاء الله. راح احطهم على البوتاجاز لحتى يغلوا كتير منيح وتنزل كل العصارة تبعتهم. وعندي هنا كوبايتين من السكر راح احطهم مع المية اثناء الغلي وخليهم يغلوا مع بعض، واسيبهم تقريبا 10 دقايق انهم يغلوا ويطلعوا كل النكهة تبعتهم ويصبغوا بقلب المية تبعتي. ما تنسوا اللايك حلو يا حبايب قلبي، دايما نستنى رطبا بذكر الله والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما غلي بسيبه يهدى ويبرد خالص لحتى أقدر أكمل وصفتي. راح أجيب مصفاية زي ما انتوا شايفين الكبيرة، وهصفي الخليط اللي طلع معايا. بسم الله ما شاء الله، النتيجة كتير حلوة لأنه العصير تبعي كثيف وتقيل، وفيك تكسريه وتعملي منه هالكوباية الكركديه راح تعملي فيها كذا مرة، يعني ممكن تعملي ازازتين أو 3 ازايز من العصير. راح أصفيها كتير منيح، وممكن انت تضيفي سكر طبعا حسب ما انت بتحبي حلاوة العصير تبعك. وراح هنا انا كسرته بكوباية مية لانه كتير كان تقيل، اخذت كمية بسيطة منه لسه انا ما عصرت بقيته. وهحط تقريبا معلقتين من ماء الزهر، بتدي نكهة طعم حلو وبتكسر الحموضة اللي في قلب التمر الهندي. راح اجيب مصفاية تانية اصغر مساماتها من المصفاية الاولانية لحتى اتخلص من كل الشوائب ويطلع لي العصير صافي. وبسم الله ما شاء الله تعالى، نتيجته روعة وسهلة وأوفر في بيتك تعمليه وأنظف. بسم الله ما شاء الله تعالى. ما تنسوا اللايك حلو، تعليق منكم حلو يا حبايب قلبي، ببسطكم وببسطني إن شاء الله تعالى ولكم بالمثال. وهيك وصلت لنهاية وصفتي. ما تنسوا دايما لسانا رطبا بذكر الله والصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.